مساء العسل. النهاردة هنعمل مع بعض المكرونة البشاميل، الأكلة المحببة والمفضلة تقريبا عند معظم الناس. كلنا بناكلها كل أسبوع، من جمالها حتى في العزومات وفي رمضان ديش بارتي أي حاجة. كل واحد دي طريقته في المكرونة البشاميل، وعشان كده هو بيحبها. فأنا النهاردة حبيت إن أنا أقدم معاكم طريقتي في المكرونة البشاميل من غير أي افتكاسات ولا مكونات غريبة، وكله في المطبخ عندك. بس قبل ما نبتدي الفيديو، معاكم منار الكيال. ما تنسوش الاشتراك في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو، ده شيء بيدعمني جدا وبيبسطني جدا. المكرونة البشاميل بتاعتي ما بتبقاش ماسكة نفسها، لا، المكرونة بتبقى ملزلزة كده ومبزبزة، ما بتبقاش البشاميل جامد، لا. يعني دي طريقتي وانا بحب الطريقة دي، بتبقى سايحة كده من غير جبن، من غير اي حاجة خالص. وفي نفس الوقت المكروناية ماسكة نفسها، الواحدة بوحدتها تعتبر مش مهرية خالص. المكرونة ما بتاخدش سلق كتير، هي اخرها 8 دقايق او على حسب المكتوب على الكيس، عشان احافظ على شكل المكرونة. موفرة جدا، انا بس بهتم بالبشاميل اكتر. هنا التوابل اللي انا هحتاجها في البشاميل او اللحمة المفرومة بتاعتي هي ملح، فلفل، حبهان، قرفة، ورق لورا. لو حابة تزودي مكعب مرقة براحتك طبعا، لكن دي التوابل اللي انا بحطها سواء للحمة او البشاميل. هنا مستخدمة كمية اللحمة بتاعتي اقل من نص كيلو. هبتدي احط طاسة على النار واسخنها شوية، وهنزل عليها بكمية اللحمة المفرومة اللي معايا. هديها بس تقليبة وهي سخنة كده، من غير ما احط لها اي مادة دهنية للحمة المفرومة، لان هي كده كده فيها دهون كفاية بالنسبة لي، مش هزود دهون. بعد ما بتسخن كده شوية هبتدي ان انا انزل عليها ببصلاية كبيرة، انا مقطعاها صغير قوي، او لو حابة تبشريها براحتك. هعصقها عادي زي ما احنا متعودين نعصج اللحمة المفرومة بتاعتنا. بعد ما بنزل البصلة كده ببتدي بس ان اديها تقليبة مع اللحمة ويتشمعوا كلهم مع بعض، وبتبتدي اهي يدوب بس اللون بتاعها بيتغير بتاع اللحمة المفرومة. هبتدي ان انا انزل التوابل اللي هي ملح، فلفل، حبهان، قرفة، ورق لورا. دي اساسي بالنسبة لي في اللحمة او البشاميل زي ما انا وضحت لكم. بقلبهم مع بعض زي ما انتم شايفين، وهبتدي هنا انزل عليها معلقة صلصة جاهزة عشان تدي للحمة لون احمر. دي اختياري مش اجباري، بس هي انا بعمل اللحمة المفرومة في البشاميل كده. في الوقت اللي انا بعصق فيه اللحمة زي ما انتم شايفين، هبتدي ان انا اجيب حلة بتاعتي على النار فيها مية سخنة، وهنزل عليها بكمية المكرونة بتاعتي. هحط هنا بس نقطة زيت بس عشان امنع لو في احتمال ان المكرونة تمسك في بعض. هرجع للحمة بتاعتي واحط من سلق المكرونة مغرفة كده عليها، وخلاص اللحمة جاهزة. في حلة تانية على النار هبتدي ان انا اجيبها واسخنها واحط فيها حبة زبدة علشان ابتدي اعمل البشاميل. انا هنا بزود الزبدة شوية، وهحط عليها التوابل بعد ما تسيح كده، اللي هي ملح وفلفل وحبهان وورق لورا وقرفة. هقلبهم مع بعض. الريحة بتبقى خطيرة خطيرة، التوابل دي تجنن. وهنا عندي تعتبر 3 معالق دقيق كبار، وهقلبهم مع بعض. اشوف محتاجة زبدة تاني برضو بحط زي ما فعلا هي محتاجة معايا اهي. يدوب اول ما الدقيق بتاعي بيستوي واتأكد ان هو استوى كويس جدا، هبتدي انزل عليه في حدود لتر لبن او اقل شوية، على حسب طبعا كمية المكرونة اللي انت هتعمليها. بس انا هنا بس بتك على موضوع البشاميل، لان هي دي اللي بتديها الكمية، بتبقى دايبة كده المكرونة في البشاميل بس. وهنزل عليها بمعلقة برضو صلصة جاهزة
عشان البشاميل بتاعي يديني بس لون احمر حلو ويستوي برضو كله مع بعضه. واقلب طالما ان دي بتاعك استوى البشاميل وحطيتي له اللبن زي ما انتم شايفين، حتى انا مبطئه الصوره خالص، هو مفهوش اي تكتلات خالص. اللون الاسود ده من الفلفل والتوابل، لو حابه تحطي فلفل ابيض طبعا براحتك ويكون احسن، لكن بالنسبه لي البشاميل جاهز ومفهوش اي تكتلات خالص اهو، ولا محتاج خلاط ولا هاند بلندر، كله بالايد اهو. تقيل ولا محتاج جبنه برضو ولا اي حاجه، ولا غيرت من طعم اي حاجه خالص. هنا اجيب الصينيه بتاعتي احط فيها حبه زبده، المكرونه وهي سخنه كده اول ما استوت هنزل عليها بالبشاميل بتاعنا اللي احنا لسه عاملينه وخلص، كله في نفس الوقت بيخلص. وهبتدي انزل بكميه بشاميل حلوه في المكرونه، وهقلبها كده علشان كل المكرونه تتشرب من البشاميل اهو. هجيب الصينيه اللي احنا حاطين فيها زبده، وهنزل زي ما انتوا عارفين طبعا بنص كميه المكرونه وافردها، وبعدين اجيب اللحمه اللي احنا عصجناها مع بعض واحطها. بس كده تعتبر المكرونه البشاميل بتاعتي خلصت، مفيش بس غير ان هي تخش الفرن تاخد بس وش، لكن كل حاجه احنا عاملينها مع بعض وجاهزه اهو. وزعت اللحمه، هحط بس عليها حبه بشاميل وهنزل بالجزء التاني بتاع المكرونه، وكده بالنسبه لي تعتبر خلصت اهو. كله سخن، كله في نفس الوقت خلص. البشاميل تقيل، الدقيق مظبوط، مفيش تكتلات، وكفى معايا الصينيه. هنا بس هفرده، اغطي بس المكرونه كلها بالبشاميل مش هرجها قوي علشان المكرونه ما تبانش معايا، وهنزل عليها برضو بمعلقه صلصه، مش ما تعتبرش معلقه، برشه صلصه جاهزه كده تحمر لي بس الوش. هو كده كده الوش هيتحمر لان البشاميل فيه كميه زبده حلوه، بس دي من عندي واختياري، بس بتفرق جامد صدقوني في اللون. هبتدي بس ان انا اوزع معلقه الصلصه اللي احنا حاطينها وعلى الفرن على طول. الوش ما بياخدش اي وقت خالص في الفرن اهو. امسح الطروف بس عشان ما تتلسعش مني. بصوا اللون مع رشة الصلصة اللي احنا حطيناها وداها في حتة تانية خالص. المكرونة زي ما انا قلتلكم ماسكة نفسها لان هي ما استوتش كتير، الوقت بتاعها مظبوط، وبألف هنا على قلبكم. وهستنى برضو رأيكم في الكومنتات، انتوا برضو بتعملوها ازاي، وادينا بنتعلم من بعض. لو وصلتوا لحد هنا اتمنى الاشتراك في القناة ولايك وشير، لان دعمكم بيوصلي وبيسعدني جدا. احنا كده خلصنا الحادق، لازم بقى نحلي، احنا في رمضان يعني بقلاوة. لو حابين تعرفوا طريقتي في البقلاوة ازاي ان هي لونها حلوة قوي كده وطرية، والشربات والسكر بتاعها مظبوط قوي قوي قوي، هستنى برضو رأيكم، وهستنى ان انتوا عايزين تعرفوها مني بطريقتي ولا لا. اسيبكم بقى مع كوبايتين شاي كده والبقلاوة. مع السلامة، ويا رب يكون الفيديو خفيف عليكم.